وسط هجوم دفاع. ليه استبعدت المنتخب السعودي؟ هل كابتن لقوة وائل لا يؤمن لا بالكرة لا. الآسيوية؟ لا طبعا لا بآمن، بس اما تبصي للمنتخبين اللي انا رشحتهم هتعرفي قوة المنتخبين دول بشكل كويس. المكسيك منتخب دايما عنده لعيبة بتلعب في دوريات فيها تنافس سريع، منتخب سريع بالظبط، عنده رتم المنافسة مع والسريع صحيح. فالأرجنتين والمكسيك هم يتأهلوا على المجموعة دي. بطلة العالم تواجه أستراليا، دنمارك، تونس. هل يرى في هذه المجموعة لعنة الأبطال قد تتحقق مع المنتخب الفرنسي بمونديال قطر؟ ربما ترى هذا السيناريو قد لا لما اشوف حاله لعيبه المنتخب الفرنسي في الدوريات بتاعتهم وما يمتلكوه من لاعبين ويمتلكوه من جوده واستقرار كبير، اشوف ان فرنسا والدنمارك يتاهلوا عن المجموعه دي. اذا فرنسا في الصداره، الدنمارك في وصافه هذه المجموعه. المجموعه الخامسه اسبانيا، كوستاريكا، المانيا واليابان. من سيواصل ومن سيغادر؟ اسبانيا المانيا، توقع منطقي طبيعي. اسبانيا في الصداره والمانيا تتاهل كوصيفه لهذه المجموعه. المجموعه السادسه بلجيكا، الثانيه على العالم كندا، المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. انا اتمنى بلجيكا والمغرب. تتمنى ولكن ماذا تتوقع؟ يعني الخبرة عند المنتخب الكرواتي، وصل للدور قبل النهائي البطولة اللي فاتت. انما انا اشوف المنتخب المغربي باللاعبين اللي يمتلكهم عنده فرصة للتأهل للدور الثاني. مجموعة اللاعبين التي يضمها المنتخب المغربي قادرة تتأهل كوصيف، يعني بتختار المغرب، بلجيكا في الصدارة، بلجيكا والمغرب، أسود الأطلس في وصافة هذه المجموعة على مسؤولية كابتن وائل جمعة. البرازيل تواجه صربيا، سويسرا، كاميرون، سامويل إيتو الرئيس. برضو فيها تقارب كبير جدا في الثلاث فرق مع البرازيل. يعني الثلاث فرق دول مستواهم متقارب جدا. البرازيل طبعا في حتة لوحدها، وبعدها الثلاث فرق دول سويسرا بطولة أوروبا اللي فاتت عملت عروض ممتازة وعندهم فريق جيد. أنا أروح لسويسرا. برازيل، سويسرا في الوصافة. المجموعة الأخيرة برتغال